ليا اتجوزت من سنتين. اول ما سمعت كلمة حماتك اتوترت، عشان المجتمع كله مبرمجنا ان الحما دي وحش خرافي بيطلع لك بس في الكوابيس. كنت قاعدة في ليلة الفرح بقول لنفسي يا ترى هتعمل معايا ايه، هتخليني اطبخ كل يوم محشي ولا هتفتش ورايا في الدولاب. انا حرفيا كنت داخلة بيت جوزي وكأني داخلة برنامج الناجي الاخير. اول خناقة حصلت على الاكل. انا بحب اطبخ خفيف وصحي، وهي بتحب الطبيخ الدسم اللي يهد اي رجيم. في يوم طبخت فرخة مسلوقة ومرضتش احمرها بقى، لقيتها داخله بتقولي ايه ده يا بنتي، هي الفرخة شكلها مسكين كده ليه، ده ناقص ان هي تطلع من المستشفى. وانا بقول في سري يا ريتني جبت لها فرخة مشوية من المحل وريحت دماغي. تاني موقف كان مع الغسيل. انا بحب استعمل الغسالة الاوتوماتيك، وهي شايفة ان الغسيل بيبوظ في الغسالة ديت. قالت لي مرة على ايامنا كنا بنغسل على ايدينا والهدوم بتطلع بتنور كده من الغسالة، وانا رديت ما هو على ايامكم ما كانش فيه نت ولسه عايزانا نرجع للعصر الحجري بقى. طبعا اليوم ده كان مليان زعل بيني وبينها، بس بالليل فضلت افكر في الكلام اللي حصل طول اليوم ما بيني وما بينها، وفضلت اضحك مع نفسي كده. وفي يوم تاني حماتي دخلت عليا فجأة وانا قاعدة على الموبايل وقالت لي انت طول اليوم ماسكة الموبايل ليه، جوزك هيطفش منك وهيضيع منك. وانا بصيت لها وقلت لها يا طنط هو انا لو سبت الموبايل هلاقيه راجع من الشغل اسرع يعني؟ بس عارفين ايه اكتر موقف كسر الصورة النمطية دي؟ مرة تعبت جدا، سخونية بقى وتعب ودور برد، لقيتها هي اللي جايبة الدواء والاكل وقاعدة جنبي تقولي نامي يا بنتي وانا هعمل العيل اللي هم عايزينه، هاكلهم وهخلص لهم كل حاجة. ساعتها سألت نفسي طب ما يمكن حماتي دي مش وحشة خالص، يمكن المجتمع هو اللي ظالمها بالصورة دي. من بعدها بقى كل خلاف بينا باخده بخفة دم، يعني لو اتخانقنا على الاكل اضحك واقول حاضر يا طنط، من بكرة نطبخ مع بعض، انتي تعملي المحشي وانا اكل بس، وهي تضحك وتقول ايوه اهو ده الكلام الصح. في الاخر فهمت حاجة، اللي بيخلي الحياة جنة او نار مش حماتي ولا جوزي، ده انا وطريقتي وطريقة تفكيري. وسألت نفسي سؤال لحد دلوقتي بخلي الناس تضحك معايا، هو انا متجوزة جوزي ولا متجوزاه هو وحماتي باكج واحد؟ قولولنا بقى في التعليقات ايه المواقف الظريفة او الطريفة اللي حصلت ما بينك وما بين حماتك، ولحد دلوقتي انتوا ماشيين مع بعض كويسين ولا لسه يعني نص نص؟ ان الحماتكوا ديت تعملوها ام ليكوا يعني اكيد طبعا، يعني مثلا زي موقف الموبايل ده، ساعات وانتي قاعده على الموبايل كده بتلاقي مامتك جايه تقولك ما كفايه الموبايل ده بقى، وتقعد تزعق معاكي وطول النهار هتفضلي قاعده بيه، قومي شوفي اعملي اي حاجه في البيت. ما بنزعلش ليه منها؟ في الغسيل مثلا كل امهاتنا لما تقعد تحكي لك ايام زمان كده تقولك انا كنت بغسل على ايدي، الايام زمان بقى الامهات بتاعت ايام زمان، كنت بغسل على ايدي والهدوم كانت بتطلع زي الفل ومنوره وانت بتضحكي معاها وعادي جدا يعني. فليه ما نعتبرش ان الحما دي ام مثلا؟ واللي بتعمليه بيقعد لك، صدقيني والله اللي بتعمليه دلوقتي هيبقى عندك ابن وهيجيب لك مراته وهتبقى عايشه معاكي او مش عايشه معاكي حتى، فاللي بتعمليه هيبقى لكي مثله يعني. فحاولوا ان انتوا تتعاملوا كويس، حتى لو انت شايفه منها معامله مش كويسه، مع الوقت المعامله هتتحسن وهتبقوا كويسين. متنسوش تحطوا لايك بقى. مع السلامه. قول يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دلوقتي يا دكتور انا حصل بيني وبين مراتي شويه مشاكل. ايوه. كنت بديها فلوس معاها في ايديها، فالمهم انا بسالها على الفلوس، قالت لي مالكش فيه ومشدين قصاد بعض، خدت بعضها ومشيت وقالت كلام كده كبير بشتيمه بقله ادب، بما فيهم انتوا عالم شبع بعد جوع. ايه بما فيهم ايه؟ عالم شبع بعد جوع. طبعا عاديه جدا، وانا زيك وكلنا بيتقال فينا كده. طيب المهم هي خدت بعضها ومشيت واتكلت على الله وخدت بعضها ومشيت. طبعا انا اتصلت على اخوها الكبير وقلت له حصل من اختك 1 2 3 4 واختك غلطت فيا وقالت وقالت وقالت. قال لي خلاص انا هرد عليك وهشوفك واقول لك يعني. قلت له ماشي. استنيت اللي هو يكلمني ولا يقول لي حاجه ولا اي حاجه خالص، ما حدش عبرني ولا حد قدرني ولا اي حاجه خالص. المهم هي حامل، سبتها عند ابوها لمده 3 4 شهور. طبعا خالي سالني مراتك فين، هي فين بتاع، قلت له انا مش عارف، طبعا مش عاوز اقول بقى الشتيمه واللي حصلت وقله الادب وبتاع. فقلت له مراتي عند ابوها، حصل كذا كذا كذا. قال لي طب احنا نروح نقعد مع ابوها نشوف دنيته ايه وهي عاوزه ايه بالظبط، وهو يرضى له.